أهلاً بيكم في حلقة جديدة من بودكاست بالعربي. النهاردة هنتكلم عن أوضاع السودانيين في مصر وكيف بيتم التعامل. مصر والسودان مش مجرد دولتين جنب بعض، العلاقة بين مصر والسودان بتمتد لأكبر من كده بكتير جداً. العلاقة المصرية السودانية علاقة أرض وتاريخ ونيل، بتبنيهم حضارة واحدة وعلاقة واحدة، مش مجرد حدود مرسومة على الخريطة. دول البلدين ما بيتجزئوش، روح في جسدين مختلفين. مصر والسودان ما بينهم علاقات من آلاف السنين، نتمنى من ربنا تدوم العلاقات دي لآخر العمر. النهاردة مع ضيفنا هنتكلم عن علاقة الشعبين ببعض وأسباب هجرة السودانيين من السودان لمصر، وكمان هنتكلم عن أوضاعهم داخل مصر. هنعرف كل ده وأكتر في حلقة النهاردة. أهلا بيكم في الحلقة الثامنة من برنامج بودكاست بالعربي. برحب مرة تانية بضيفي العزيز من دولة السودان الشقيقة الأستاذ محمد عبد الرحمن. أهلا بحضرتك. مرحبا بك يا عمر، وأنا سعيد جدا لأن أكون متواجد معك إن شاء الله. سعيد. شرف لينا أن احنا نكون موجودين النهاردة ونتكلم عن العلاقات القوية ما بين مصر والسودان خلال الفترة اللي فاتت وخلال الأزمات اللي بتمر بيها البلاد السودانية. أنا سعيد جدا للمرة الثانية، وسعيد أن تكون هذه الجلسة في حضرة مصر الحبيبة. مصر كما قال عبد الكريم الكابلي عندنا، قال: مصر يا أخت بلادي يا شقيقة. أنا سعيد جدا في هذه الجلسة، وحقيقة يعني كبداية لو كان لهذه الحرب من فوائد، ما في فوائد، فإنها ساهمت كثير جدا في إرجاع الشجن والحنين والحب الدافق نحو مصر، بعد ما كان في الفترات السابقة وصل درجة كبيرة جدا من التوتر بين الشعبين. لكن هذه الأزمة اللي مرت بالسودانيين جعلتهم يستعيدوا مكانة مصر في قلوبهم أرضا وشعبا ودولة فأنا سعيد لك واحنا كمصريين اكيد سعداء بوجود حضرتك معانا، وسعداء بالاشقاء السودانيين عندنا في مصر. وفعلا زي ما حضرتك ما قلت، لو كان للحرب فوائد فهي اكبر فايدة جمعت الشعبين مرة تانية بشكل افضل وبصورة اكبر، مع اننا نتمنى توقف الحرب واعادة الشعب السوداني لاراضيه، ولكن استفدنا كتير جدا من علاقة الاخوة ما بين الشعبين المصري والسوداني. ففي بداية حديثي حابب أعرف من حضرتك إيه هي أهم أسباب هجرة السودانيين إلى مصر؟ والله أنا ما أدري إن كان السؤال عن الهجرة في الحديث أو في القديم، لكن بجاب لك بالعموم. هي الهجرة تكون قبل الحرب. أيوة، هجرة السودانيين طبعا إلى مصر هي من قديم التاريخ، أكيد منذ زمن بعيد يعني. وتعتبر مصر هي بوابة العرب للسودان، وتعتبر السودان بوابة أفريقيا لمصر. فالسودانيين يعني اللي هاجروا إلى مصر في فترات متباعدة كانوا يحملوا لها يعني أفواج عبرها من الناس الموجودين في شرق أفريقيا. فالهجرات كانت من قبل، لكن أبرز الهجرات وأبرز أسبابها لدوافع مختلفة الربط. كانوا بيهاجروا السودانيين للتعليم، وفي فترة من الفترات، ثم بعد ذاك أصبحوا يهاجروا بغرض التعليم، بغرض العلاج، بغرض الزحف من مصر إلى أوروبا والعالم الغربي عموما. فمصر كانت تمثل بؤرة من الحضارة أو الحضارات المختلفة اللي كانت عبر مصر، فكانت بوابة السودان للمعرفة بالحضارات دي كانت مصر يعني. فمن سابق ذلك الوعد. أما في الفترة الأخيرة فتعددت الأسباب، يعني بالذات في 10 أو 20 سنة الأخيرة آلاف من السودانيين، يعني زمان اللي بيمشوا للسودانيين نخبة من المتعلمين، نخبة من الناس اللي عندهم علاقة بالفن وبالمسرح، نخبة من صفوة المجتمع كانوا بيهاجروا لمصر، منهم كبار يعني السودانيين المعروفين.
لكن في الفترة الأخيرة بدأت الهجرة إلى مصر أسباب كثيرة جدا متعددة. أول هجرة بتاعت السودانيين لكل العالم كثرت، لأنه بقوا يعني يمشوا بغرض التعليم، بغرض العلاج، بغرض الانتقال لدول أخرى، بغرض أنه يمشوا أوروبا. تعددت أسباب الهجرة لمصر، وكل ما زاد الضغط الاقتصادي في الفترة الأخيرة والضغط الاجتماعي على السودانيين كل ما وجدوا أنفسهم في مصر. ومصر بالنسبة لهم محل مستقر ومستراح، لأنه مصر نفس اللغة، نفس الهيكل، مصر مفتوحة على حضارة كبيرة جدا بيقروا فيها. مصر فيها تعليم متميز، فيها مستوى مريح من الخدمات في مصر. يتعذر هذه الخدمات بسهولة في السودان من حكاية الموية، التعليم، الكهرباء، بالذات في السنوات الأخيرة. وحتى السودانيين المقيمين في أوروبا والمقيمين في الخليج كثير جدا من أسرهم كانت بتمشي موجودة في مصر. مصر برضو فيها استقرار في الأسعار بتاعة السكن، يعني بالنسبة للسودان استقرار أفضل. فهذه كلها أسباب الهجرة يعني. ومن ضمن أسبابها اللي هو تحسين المستوى الاجتماعي بالنسبة للسودانيين سواء في بلادهم الأساسية في السودان أو في مصر، كله بيسعى لكده. وده بيودينا لنقطة ثانية، وهي العلاقة الرسمية في الفترات المختلفة ما بين مصر والسودان. هناك علاقات رسمية وثيقة ما بين الشعبين. في علاقات رسمية وثيقة، في علاقات شعبية وفي علاقات رسمية. العلاقات الشعبية طبعا متوطدة كثير جدا، لأنه أساسا زي ما قلت لك في حدود مشتركة، في قبائل مشتركة، ثقافة مشتركة، دين مشترك، هم واحد مشترك. العلاقة الشعبية من بدري. العلاقة الرسمية حاسبت في فترة من الفترات نوع من التوتر حسب السياسات الموجودة هنا أو هناك، كان فيها نوع من المشاكل وفيها نوع من التوتر. وأنا واحد من أفتكر ما أعيبه على العلاقات الرسمية إنها كانت في إطار الخطوط العريضة. أنا كنت أتمنى لو السودان مع مصر كان عنده علاقة استراتيجية، بمعنى أنه تبنى على المصالح الاستراتيجية للدولتين، بحيث لا تهتز هذه العلاقة بسياسات الحكومتين. بغض النظر كان بيكون أفضل، بتكون علاقات استراتيجية. لكن إحنا في كثير من عالمنا العربي وبالذات عندنا في السودان ما عندنا الفهم بتاع بناء العلاقات الاستراتيجية ده. كثير من العلاقات تخضع للمزاج السياسي هنا أو هناك، عرفت؟ وأحيانا المزاج السياسي ده يؤدي إلى تعكير المزاج الشعبي. أكيد. كثير جدا. يعني أحيانا إذا في خلاف سياسي بين الدولتين يعبى كل دولة أو كل حكومة تعبي الشعب تعبئة شديدة جدا بخطابة ضد الشعب الآخر، والتعبئة تنتقل إلى تعبئة مضادة. وهذا ما سبب رئيسي في إحداث كثير كان من التوترات ما بين الشعبين، عرفت؟ إلى أن جاءت هذه الحرب وغيرت كثير من المفاهيم يعني، أو غيرت الشكل العام. كلنا طبعا نعرف الاختلاف ما بين العلاقات الرسمية والعلاقات الشعبية، بس هل فعلا العلاقات الرسمية دي أثرت على العلاقات الشعبية بشكل كبير ما بين الشعبين؟ والله العلاقات الرسمية زي ما قلت لك بتأثر في لحظات ما، لكن بترجع لا بترجع تتغير. بتأثر بتأثر الإعلام، بتأثر الضغط الإعلامي وكذا، لكن ما بتكون تأثير لحظي، لكن تبقى العلاقة بين الشعوب أكثر. في نقطة أنا أحب أقولها، الشعب السوداني ولازم ليس انتصار للسودانيين، لكن دي حقيقة ماسية. الشعب السوداني تقريبا يعرف كل صغيرة وكبيرة في مصر، مرتبط ارتباط شديد جدا ثقافة ورأيا ومتابعة وفكرا واطلاعا على كل ما يدور في مصر، عنده معرفة باهظة جدا. هذه الخاصية هي ناقصة للشعب المصري. أنا أفتكر أن الشعب المصري كشعب غير مدرك أو غير مطلع على طبيعة الشعب السوداني إلا عبر احتكاكين. الاحتكاك الأول كان نتيجة الناس اللي اشتغلوا في الخليج فاحتكوا بالسودانيين عن قرب، احتكاك شديد جدا، فلذلك أنت تجد كانت روايتين. فلذلك الرواية المصرية الرسمية كانت تغلب على الشعب المصري عن السودان. أوكي، بعكس ما حدث في السودان. السودانيين يعرفوا بحكم اطلاعهم بحكم أنه مصر نفسها كانت مصدر الثقافة والفكر والرأي في العالم العربي. نحن تربينا على المسلسلات المصرية، على الثقافة المصرية، على الإعلام المصري، على كده، فنحن مدركين لحقيقة ما يقع وما يدور في مصر. هذه الحقيقة كانت غائبة عن الشعب المصري، إلا الفئات اللي احتكت بالسودانيين في الخليج أو ما بعد هذه الحرب
حصل احتكاك فعلي ما بين كل فئات المجتمع السوداني مع كل فئات المجتمع المصري، لذلك حصل هذا الانصهار المجتمعي وهذا الود. وطبعا في كثير من السودانيين كان عندهم غبن في بعض الأشياء، في بعض التصرفات، حتى من أبرز الإعلام المصري أو من أبرز نجوم الإعلام المصري اللي هاجموا السودان هجوم طبعا بغير إدراك بغير وعي في فترات مختلفة وغير مبرر وغير منطقي. فخلق هذا الهجوم انطباع سلبي عند السودانيين كانوا في مصر. لكن لما السودانيين الآن وصلوا مصر بأعداد مليونية أو أعداد كبيرة، فاحتكوا بالجانب المصري، وجدوا هذا الاحتواء، هذا الأريحية في التعامل، هذا التعامل الراقي في كثير من الأحيان ما عدا فلتات هنا وهناك، هذا التعاطف الشعبي مع قضية السودان ومع حق السودان ومع الحرب في السودان، جعل كثير من السودانيين يرجعوا بلحمة نفسية كثيرة جدا لمصر يعني وحبها. وزي ما قلت في بداية كلامي إن مصر والسودان روح واحدة في جسدين مختلفين، ولكن مؤخرا بدأت تظهر بعض الأمور السلبية أو الظواهر السلبية للجالية السودانية في مصر. حابين نعرف من حضرتك تفاصيلها. والله يا أسباب إذا كنت بتشير إلى الظواهر السلبية، أنا بفتكر عندها عدة أسباب. أول موضوع برمته نحن ممكن نخطه في جانبين. في جوانب بتاعت مظاهر أو ظواهر سلبية ربما تؤثر حسب رؤية الدولة المصرية، تؤثر على أمنها القومي أو على سمعتها أو على إطار العام. هذا من ناحية وجهة النظر المصرية. وفي المقابل في نواحي من السودانيين وقع عليهم نوع من الظلم ومن التعامل، وخلينا نقول غير المستساق أو غير المقبول أو غير المبرر. لكن أنا بديك عموما، أولا مبدئيا من حق الدولة المصرية أن تحفظ أمنها، وأن تحفظ الشارع بتاعها، وأن تحفظ ترحل أي شخص مخالف للقوانين أو لنظمها. من حقها أن تتعامل معه التعامل القانوني الرادع المنصف بدون انتهاك لكرامته أو لحرمته. هذا من حق المصري. اثنين، أن احنا لابد لنا أن نشكر الدولة المصرية والشعب المصري على أنه استضاف السودانيين بصدر رحب وبمحبة وفي ظرف دقيق جدا، ووفر لهم كل ما يمكن وكل ما لديه من إمكانيات. هذا أمر ثابت. الشيء الثالث المهم في هذه النقطة، الأسباب اللي أدت إلى أنه تكون في ظواهر سالبة بالنسبة للسودانيين في مصر، هو أنه عدد المهاجرين اللي دخلوا مصر بعد الحرب كانوا من فئات مختلفة، والظروف الاقتصادية الضاغطة عليهم كذلك أثرت بنوع ما في سلوك كثير من الناس. السبب الثاني. السبب الثالث، من هذه الفئات كانت فئات عايشة في ظروف محدودة وضيقة، حدث لها نوع من انبهار بالمجتمع المصري المفتوح والمفتوح جدا. فهذا الانفتاح لم يستوعبه كثير من هذه الفئات، وبالتالي ظهرت مقابل له عبارة عن تصرفات وسلوكيات احنا نفسنا كسودانيين ما بتمثلنا ولا بترضينا ولا بتسعدنا. هذا الانفتاح أنا قاصد به شنو؟ الناس اللي فتحوا على السينمات، فتحوا على بعض المقاهي الليلية أو البارات، اللي انفتحوا على بعض الحركة الدائبة في مصر لحد الصباح، اللي انفتحوا على المجتمع المفتوح اللي فيه أي شيء، عرفتها على الفن، على السينما، هم مجتمعات مغلقة فانفتحوا، وحدث معه نوع من الانفتاح السلوكي اللي غير محمود عند كثير من الجهات السودانية. الحاجة المهمة والمهمة جدا في تفسير كثير جدا من الظواهر السالبة عند السودانيين في مصر، هو أنا بفتكر سبب رئيسي وعدم إيجاد فرص عمل لكثير جدا من الشباب السوداني والأسر في مصر. أصلا هم جو أوضاعهم الاقتصادية متردية جدا بسبب الحرب وظروف،
فتراكم وتجمع في مصر. الحاجة الثانية، مصر ليس بها مصدر دخل لهؤلاء الناس. مصر ما فيها فرص عمل بهذا الاتساع بحيث يشمل السودانيين. فالسودانيين وكثير من الناس وصلت بهم عدم وجود فرص عمل إلى مراحل من اليأس، وإلى مراحل من أنه يضطروا يسلكوا مسالك غير إيجابية فيها دروب خطرة جدا جدا، ويشتغلوا في أشغال هي نفسها غير مشرعنة قانونا وغير مشرعنة أخلاقا. في فئة من الناس، في قليل جدا، أنا ما بقول الفئة دي كبيرة، لكن هذه الفئة لأنه ما في مصدر شغل. إذا ما في مصدر شغل، محل الكرامة نفسها بتكون في محل خطر. فكيف تسكن وكيف تأكل وكيف تشرب وكيف تتحرك وكيف تتفاعل، وما في فرص عمل في مصر. شباب كثيرين جدا ما لاقي أي فرص بتاعت عمل بتاعت انفتاح، عنده شغل شو من الفراغ كثير جدا. فهذا الأمر أحدث مشاكل حتى داخل الأسر السودانية في مصر. نحن بيجينا استشارات كثيرة جدا جدا، حصلت طلاقات، حصلت مشاكل، في بعض الأحيان حصل جرائم قتل بسبب أنه والله العظيم الزوجة اشتغلت في محل والزوج غير شغال أصلا. الحاجة الثانية، انبهار الناس بالمجتمع خلى انه كثير من السودانيين تعرضوا. يعني في حادثة مشهورة حياتنا، انه بيترك بالتوك توك ماشية لمناسبة ليلية، بتاع التوك توك تعرض لها باعتبار انه افتكر انه عندها ذهب او شيء، عرفتها، فحب يشيل منها الذهب ده بالقوة. المهم في الاخر صار على حد انه انتهت بالقتل. يعني في حوادث انتهت بالقتل، في حوادث انتهت بالسرقة. تعرضوا، في كثير من السودانيين تعرضوا حقيقة لمشاكل ولانتهاكات كبيرة جدا، جزء منها شعبي، جزء منها لعدم معرفتهم بالبلد نفسها، جزء منها لأنه يتعاملوا مع المصريين بيفتكرون كلهم على فئة واحدة، عرفتها، جزء منها لأنهم بيعرضوا أنفسهم يمشوا في محلات شعبية خالص فيها إصابات وفيها تناول، فبيعرضوا أنفسهم لمشاكل كثيرة جدا. بطبيعة السودانيين بيبرزوا ما عندهم، يعني اللي عندها ذهب بتبرزوه، اللي عندها مال بتبرز، بيتعاملوا بنوع من البساطة والسذاجة، عرفتها، في مجتمعات دارت طوالي تسترق السمع، أي حاجة عندك ممكن يأخذها. مجتمعات من فئات ضعيفة بتاعت ضعيفة، فتعرضوا لنهب ولقتل ولسرقة والأشياء كثيرة جدا. وكذلك الناس الضعيفين تعرضوا في مجتمعاتهم دي لمشاكل. لكن أنا عاوز أقول أنا برضو في سودانيين كثيرين جدا جدا يعني واجهوا حملات كبيرة جدا من القبض، وبرضو من الظواهر تعامل الأمن القاسي تجاه كثير جدا من السودانيين، ودي حاصلة حقيقة. ودي فئات، يعني في الآخر هم الناس زي الفئات، في حصل تعامل أمن قاسي جدا جدا، عرفتها، وفي ناس بحالات مرضية وحالات إنسانية صعبة جدا تم القبض عليهم والزج بهم في السجون وما عندهم فرصة لمحامين وكذا وكذا وكذا. وطبعا دي أنا ما بقول دي تصرفات للدولة المصرية، أنا بقول دي تصرف ولا الحكومة المصرية، أنا بقول دي تصرفات فردية أدت إلى ظواهر. نعم، لكن ينبغي أن يكون التركيز لها والانتباه لها حتى لا الظاهرة دي تعمم، وحتى لا تفسد هذا الجو من العلاقة الإيجابية بين الشعبين. لابد أن تراجع هذه التصرفات. نعم، لابد أن تراجع هذه التصرفات، ولابد أن تراعى كرامة الإنسان، وتراعى إنسانية الإنسان، وتراعى الظروف العامة اللي اقتضت لأنه الإنسان يكون مخالف، مع حفظ الحق القانوني والأخلاقي للدولة أنها تمارس سيادتها وسلطاتها وفق المتاح لها في القانون. بالضبط. طيب، بالمناسبة دي، هل فئات السودانيين اختلفت في مصر قبل أو بعد الحرب؟ طبعا اختلفت اختلاف كبير جدا جدا، اختلاف كبير واختلاف توتالي، وهذا الاختلاف هو سبب رئيسي لظهور الظواهر السالبة بالمناسبة، بل برضو سبب لظهور الظواهر الموجبة. أكيد الاثنين. الظواهر الموجبة ما ظاهرة لأنه ما في عاكسة تعكسها كويس. يعني فئات السودانيين قبل الحرب اللي كانوا بيجي في مصر، بالذات قبل الحرب ب10-15 سنة، كانوا دائما ما يصلوا من الفئات المتوسطة إلى الفئات العليا في وضعها الاقتصادي. يعني اللي يعيشون في مصر عبارة عن فئات إما متوسطة للفئات العليا، عرفت، من المجتمع متوسطة العليا دي أقصد بها حسب الدخل الاقتصادي. فكثير جدا من الأسر
اللي مقيمة في أوروبا وفي الخليج زي ما قلت لك أنا قبيل كانوا بيخلوا أسرهم في مصر، فبالتالي هم ديل بيكونوا عايشين في مصر في وضع مادي مريح جدا جدا، وهم نفسهم جالبين منافع لأنفسهم ومنافع للدولة المصرية. أوكي، وكانوا من الفئات العالية. حتى الفئات المتوسطة كانوا الذين باحثين عن تعليم عالي أو الباحثين إن دايرين يمشوا عندهم علاقة بالثقافة وبالفكر وبالسينما وبكده، ده اللي بيجوا بيعيشوا في مصر. وكذلك كان في الطلبة اللي عاوزين يلتحقوا بالجامعات بيجوا في مصر. فكان في غالبا الفئات اللي عايشة في مصر فئات يعني وضعها الاقتصادي عالي. لما حصلت الحرب جاء مصر كل فئات المجتمع السوداني بكل أوضاع الاقتصادية، عرفت؟ كل من يستطيع أنه يصل مصر وصل. صحيح. كل الناس مهما كان وضعه الاقتصادي، عرفت؟ فئات المجتمع. نعم. والفئات الضعيفة بالذات اللي ما كانت مطلعة على مجتمعات خارجية، يعني ما سبق لهم خرجوا برا السودان، ما يعرفوا أي حاجة عن الثقافة المصرية ولا الثقافة العربية ولا عن الدول. هؤلاء كثير جدا منهم انبهروا بالحياة في مصر لأنه واجهتهم حياة جديدة، عرفت؟ واجهتهم دنيا مفتوحة وعالم مفتوح وسهر لحد الصباح وسينمات مفتوحة ومجتمع مفتتح جدا جدا، عرفت؟ مجتمع فيه يفعل كله بالنسبة لهم حاجة كبيرة. فهذا الانبهار أدى إلى سلوك خاطئ جدا جدا، بالإضافة للوضع الاقتصادي السيء أساسا. صحيح. عرفت؟ الفئة هي اللي سببت الظواهر السلبية. في فئة كثيرة جدا ظهرت منها الظواهر السلبية وكان نتاج اللي عانوا منها كل الناس. وفي فئات، وفي المقابل برضو بعد الحرب بالمناسبة كل الفئات والأسر صاحبة الوضع الاقتصادي المتميز جدا، التجار، الأساتذة الجامعات، الناس البروفات في الجامعات، الكثير جدا من السياسيين التنفيذيين الوزراء، عرفت؟ ده الكثير جدا مشوا مصر وعاشوا حياة برضه عالية جدا، عرفت؟ لكن هؤلاء ما ظاهرين لأنه ده عايشين حتى في مصر في محلات في استقرار وفي هدوء، استقرار وفي هدوء وفي ليلة، فدل كلهم أيضا نزحوا إلى مصر وعملوا استثمارات. وبالمقابل في فئة مهمة جدا من رجال الأعمال والتجار في السودان دل مشوا مصر وفتحت عليهم آفاق كبيرة جدا، برضو لقوا سوق مفتوح واشتغلوا شغل كبير جدا وطوروا عملهم وأسسوا محلات ونقلوا كثير جدا من الثقافة السودانية في مصر، واستفادوا جدا من تجربة الانفتاح التجاري، عرفت، في مصر، ومن تجربة العمل والعمالة وكذا. فالفئات تغيرت طبعا بالطبع كثير. ما رأيك في التعامل الأمني المصري مع الجالية المصرية؟ والله التعامل العام مصري كدولة وحتى بتصريحات الرسمية إن السودانيين مرغوب فيهم والسودانيين مرحب بهم جدا، والسودانيين يعاملوا معاملة المصريين بلا تفريق وبلا تمييز. وأوضح ما في هذا الوضوح إن مصر سمحت لدخول السودانيين بأعداد كبيرة حتى من غير الناس الأوراق ثبوتية ورسمية، ففتحوا لهم، وده حاجة تحمد جدا للدولة والشعب المصري. باعتبار ان الشعبين شقيقين، ما فيش أي فواصل تقدر تمنع اختلاط الشعبين. صحيح بالضبط، وهذا يحسب جدا للحكومة المصرية أكيد. ويحسب للشعب المصري، عرفت؟ وهذا غير كثير جدا من بعض الصورة القاتمة في فترات من الفترات، وجعل هذا مصر الآن السودانيين يحبوها جدا. صحيح. يعني عرفت، زادت في قوة العلاقة بين الشعبين. لكنني الصحيح والحاصل والمنطق والذي لا ينكر في كثير جدا من التصرفات الفردية لكثير جدا من الجهات، يعني عاملت جزء من السودانيين بصعوبة وبتعنت، تصرفات فردية كثيرة جدا ربما حتى غابلتها بقوة، يعني عرفتها. فأظهر في فترات كثيرة جدا جدا تصرفات فردية أنا أفتكر تمثل أصحابها، لكن في المقابل محتاجة لأن الحكومة المصرية تراجع هذه النظرة
وتراجع كثير جدا من سلوك الفردية من السودانيين الذين تمت إساءة معاملتهم، عرفت، وفقا لتصرفات فردية محتاجة إلى مراجعة. لكن ثبت أنه في ناس تعرضوا لاضطهاد فعلا وانتهاكات من قبل أفراد، سواء الأفراد ديل رسميين أو سواء الأفراد شعبيين. يعني كلنا شاهدنا الفترة اللي فاتت دور مصر العظيم جدا تجاه الشعب والحكومة السودانية والمساندة خلال الحرب الأخيرة. بتصريحات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد قوة العلاقة ما بين الشعبين وما بين الدولتين، ولذلك الوقوف جانب إلى جانب مع الشعب السوداني ده دور مهم جدا. يا ترى إيه رؤية حضرتك لوقوف مصر ضد مع الشعب السوداني في ذلك الفترة؟ مصر وقفت موقف نبيل وموقف مشرف وموقف يمثلها في هذه الحرب. أنا قلت مصر المصرية الرسمية ومصر الشعبية، والموقف المصري أنا بفتكره ده موقف طبيعي ومنطقي وعقلاني وإنساني وسياسي، وموقف ينم عن أنهم المصريين أو الحكومة المصرية تعرف تماما يعني أمنها، وأن السودان أمنه من أمن مصر، وهذا خط أحمر. ونحن حقيقة يعني موقف مصر مع الدولة السودانية ده موقف لا ينسى، عرفتها، فموقف مشكور. وكمان كان عززته مصر بدخول رسمي، وده مش عشان خاطر عيوننا نحن، عشان خاطر الأمن المصري، الحفاظ على الأمن المصري. وجعلت لنا هؤلاء الأوباش والميليشيا لو دكتهم دكة إن شاء الله بطيارتين بس كويس. المهم تتخلص منهم. أيوة فعلى الأقل عشان خاطر مصر نفسها وعشان خاطر الأمن القومي تكون ما قصر والله العظيم. فنحن شاكرين وكل السودانيين شاكرين هذا الموقف. يعني مش جديد أو غريب على مصر الوقوف بجانب دول الجوار سواء مصر أو سوريا أو على فكرة كده، ومصر عملت كده في الموضوع بتاع ليبيا. يعني عرفت، تدخلت فعليا. التدخل بالمناسبة بين الدول ليس بدعة وليس مصيبة وليس كبيرة، فدي دولة بتدعم أمن الدولة وبتدعم في الآخر أمنها القومي. يعني شفنا في المنطقة كثير جدا، فوالله ليس بدعة، بفتكر من قمة التكامل. بس اللي أنا عاوز أحب أقوله، أتمنى أن العلاقات السودانية المصرية توقع باتفاقية دفاع مشترك وأمن مشترك فعلا تؤزز هذه العلاقات وتوطدها وتخليها حامية لها تماما. وفي ختام حلقة النهاردة حابين نسمع من حضرتك نصائح عامة للسودانيين الموجودين في مصر والجالية السودانية في مصر. والله سألت عن عظيم. إن كان من نصائح نقدمها للسودانيين الموجودين في مصر في هذه الظروف الصعبة المتمر بها السودانيين في كل العالم، ومنها رأس يعني في القلب منها مصر. النصيحة الأولى، أنت في بلد ينبغي أن تحترم قوانين ولوائح وطرق وأساليب، وتكون على معرفة بمحيط الداخلي. دي أهم حاجة. تحاول تعرف قوانين البلد، وحاول تعرف طبيعة البلد، وتحاول تعرف هذه السياسة، فأنت تتعامل وفق هذه المعطيات اللي قدامك. الحاجة الثانية، تعتقد اعتقاد جازم بأنك أنت ضيف في محطة أو في مرحلة معينة وحترجع بلدك، فما تنبهر بهذا الوضع وتحاول تتأقلم معه إلى يوم القيامة. يعني أنت ما قاعد إلى الأبد، أنت في الآخر قاعد في فترة محدودة وضيف، وتكون خدت في بالك إنك حترجع إلى لبلدك وطنك إن شاء الله. نعم. الحاجة الثالثة، أنت سفير إلى هذا البلد صحيح. العظيم. صحيح. فينبغي أن تكون تصرفاتك محسوبة ومضبوطة ودقيقة جدا جدا، لأنك أنت بتمثل غيرك. الحاجة الرابعة، خلي في نفسك رفق ولطف وحن على أبناء شعبك. صحيح. ما حن على أبناء شعبك بحيث لا تستقلهم. يعني كثير من الظواهر كان فيها نوع من الاستغلال ونوع من التواطؤ على هؤلاء المحتاجين. أبناء شعبك
تعامل معهم بشيء من الرفق واللين، ما تستغلهم، ما تشتغل الشغل بتاع السمسرة ده، والشغل بتاع انه والله العظيم تعتبر السوداني ضحية، عاوز تاخذ منه وتاخذ منه وتاخذ منه. الاستغلال بشكل أو بآخر. الاستغلال بشكل أو بآخر. الحاجة اللي ما بعرف اللي بعدها، إنه من المفترض أن تتمسك بمجموعة القيم والأخلاق والمبادئ والنظام السوداني بقدر الإمكان، لأنه ده بيحميك من كثير من المصائب. صحيح. وتحاول تخط أولادك تحت المجهر حتى لا يتأثروا بالبيئة الجديدة هذه، ولا يتأثروا بالظواهر السالبة في المحيط بتاعهم. يعني البنات ينوموا بدري، يقفلوا بيتهم بدري، ويرجعوا بدري، وما تركب مع أي زول، وما يحاوموا بعد الساعة 12 والساعة 2 بالليل، وما يعني يكون دي كلها حاجات مجموعة من القيم. لأنه احنا نعرف حادثة واقفين عليها جدا، إنه فتاة سودانية خرجت بعد الساعة 12 بالليل عشان تمشي حفلة بتاعت صاحباتها، وكلمت أمها، وأمها كلمتها حذرتها إنها ما تطلع وما تتأخر. فلما مشت جاتها بعد الساعة 2 بالليل ولا الساعة 3 بالليل، جاتها داخلة أمها طعنتها بسكين من شدة الغضب، وتوفت هذه النت، توفت في الحال. والأشياء الأحداث اللي سمعناها كثيرة جدا جدا جدا. فيا أحبابنا الأعزاء وأهلنا الأوفياء السودانيين، حاولوا أن تحافظوا على أبنائكم في بيئة منتظمة، بيئة قريبة من السودانيين، وتراقبوهم يطلعوا الساعة كم ويجوا الساعة كم، وما في بيت تطلع براها، وما تركب مع أي توك توك، واركبوا المواصلات العامة، اركبوا المترو، ما تركبوا بالمواصلات الخاصة، وما تطلعوا بالليل، واعرفوا المناطق الشعبية اللي فيها تفلت كثير جدا، فيها من التفلت الأمني، يعني أبعدوا منها، ما تمشوا ليها. والعلاقات المفتوحة مع كل الناس عرفتها، وفي كل الأوقات لتجنبوها، وعيشوا في الظل حتى يكتب الله لهذه الأزمة أن تنتهي اللهم على خير إن شاء الله. علشان وقت البرنامج هضطر أختم مع حضرتك، ولكن حوار شيق واستفدنا منه كلنا كمصريين، وأكيد الجالية المصرية، الجالية السودانية في مصر أكيد استفادت منه بقدر كبير جدا. أنا سعدت وشرفت بوجودي معاك النهاردة الأستاذ محمد عبد الرحمن. تحية وإجلال واحترام لمصر الكنانة، مصر الأرض، مصر الشعب، وتحية لهذا الشعب الذي بيننا وبينه من أواصر المودة والمحبة الكثير. ونحن نيابة عن أبناء أبناء شعبنا الأسمر نحن شاكرين لكم جدا. وتحية خاصة للمنيا ولأحمد فايز. أحمد فايز دي بكون عارفه هو. شكرا. أشكرك، وفعلا اتشرفنا بوجودك معنا. الله يبارك فيك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. حلقة فعلا كانت ممتعة واستفدنا منها كلنا. إلى أن نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل. دمتم في رعاية الله.